بفانيدة وحدة عرفت السر اللي ما بين راجلي واختي. انا البنات واحد السيدة اللي ما كانش عندي الزهر في الزواج، ديما كيتقدموا ليا ولكن في الاخر ما كيكملوش. يعني الناس كيجيو يخطبوا لكن ما كيرجعوش. كانت عندي اختي صغر مني، مزوجة وزواجها ما شاء الله، واحد الراجل اللي كان لاباس عليه وما كان منقصها ما حتى شي خير. ولكن المشكل اللي كان عنده هو انه كان كيدير التحاليل وكيلقى راسو ما كيولدش. هاد الشي دار مشاكل كثيرة وكبيرة ما بينه وبين اختي، ولكن واخا كذلك هو كيحاول يرضيها باش ما قدر. كنت ديما انا كنصبرها على زواجها، حتى لواحد النهار عيطات لي وقالت لي نتلاقاو في واحد القهوة. بغيت غير شوية نشم الهواء وبغيتك تجي معايا. مشيت مع اختي وجلسنا في القهوة، وغادي يوقع واحد سوء تفاهم مع واحد السيد. المهم السيد انا صراحة ما خليتش ليه وتناقشت معاه، وفي الاخير هو اللي جا كيعتذر، ومن بعد ما ناض خلى ليه ورقة فيها النمرة ديال التليفون ديالو. المهم انا ما عجبنيش الحال، ولكن اختي تقرصت على ديك الورقة ودارتها في صاكها. قلت لها شنو بغيتيها؟ قالت لي خلي هاد النمرة. واش هاد الهبيله انت من شحال هذا وانت كتفكري باش تزوجي وما كيكتبش ليك؟ ما عرفتي هاد السيد يكون فيه الخير. قلت لها واش انت كضحكي؟ واش انا تناقشت معاه في القهوه هو اللي غادي يولي راجلي؟ قالت لي شوفي السيد كيبان غزال وباينه فيه ولد الناس. شوفي انت كاع ما خليتيش ليه من كلام، وفي الاخر هو اللي جا اعتذر ليك. المهم دوزنا هذيك الخرجه، رجعنا للدار. اختي هزات التليفون ديالي وصيفطت منه ميساج. صيفطت منه وقالت سلام، انا الفلانه اللي تلاقيت بيك في القهوه. انا من بعد ما كنتش ما رد البال. فاش جيت جلست لقيت تليفوني فيه بزاف ديال الميساجات من هاد السيد، وكيقول لي بلي فرصه سعيده هادي، والصراحه راني عجبتيني داكشي علاش خليتك النمره. المهم جيت لعند اختي وقلت لها شنو هادشي اللي درتي؟ قالت لي يا هبيله نتيا، واش نتيا ما عزتش عليك راسك؟ الا كنتي ما عزتش عليك راسك وما كتبغيش مصلحتك فخليني انا نبغيها عليك. كملي مع السيد راه كيبان ولد الناس. فعلا البنات بقيت على تواصل معاه مده طويله، لدرجه وليت انني كنبغيه وكنحماق عليه. والسيد معقول وولد الناس وكان ناوي معايا المعقول. دازت فترة وقال لي بنت الناس حددي لي موعد مع عائلتك باش نجي نشوفك ونخطبك. تخطبت ليه، درنا خطبة وطريب الصداق. لحقاش انا ما كنتفايلش بديك الخطبة الطويلة، راكم عارفين. تزوجنا ومشيت لداري، ولكن العيالات فاش كيديروا عرسهم وكيمشيو لديورهم كتكون هذيك هي الليلة الاولى ديال الدخلة، يعني كيف ما كنقولوا ليلة العمر. لكن هذيك الليلة الراجل نعس في الصالون وانا نعست في البيت. بقى كيتكرر هذا الوضع لمدة ديال 3 ايام وانا ما فاهمه والو. كنحس بالسيد بحال الا ما حملنيش. ما فهمتش واش هاد السيد تزوج بيا حيت شي حد مبزو عليا ولا شنو. ما بقيت فاهمه والو حتى شي حاجه. قلت انا بعدا ما غاديش نجي نقدر ونواجهه ونقول ليه مالك فلان، لان هاد القضيه خاصها تجي من الراجل. قلت خليه على خاطرو، ربما ما مستعدش، ربما ما مولفنيش، لاننا البنات راه ما جلسناش مع بعضياتنا مده طويله. خديت منه موقف وقررت انني نمشي لدارنا ونجلس فيها. وراكم عارفين عروسه من بعد مده قصيره وغادي تمشي لداركم شي حاجه اللي شويه قصحه. ولكن بالرغم من هذا الشيء هو موافق عليها وقال لي سيري. مشيت لدارنا بطبيعه الحال بداو كيسولوني شنو واقع، وكنقول لهم والو غير سوء تفاهم. انا بغيت نجي نجلس ونرتاح شويه ومن بعد نمشي نرجع لداري. عياو ما يسولوا فيا وما بغيت نقول حتى شي واحد شي حاجه. بغيت صراحه نخلي هادشي يكون سر بيني وبينه حتى نشوفوا ربي شنو غادي يدير. المهم البنات اتصل بيا قال لي شوف يا بنت الناس، انا ما قدرتش نهضر معاك ونشوف في عينيك، انا غادي نقولها لك في التليفون. انا بنت الناس مريض وكنت كندير واحد تريتمون، وهاد التريتمون هذا ما كيسمحش لي انني تكون ندير شي علاقه. لذلك بنت الناس خصك تصبري معايا. قلت له على الاقل هادشي كان خاصك تصارحني بيه. وبيني وبينكم وليت خايفه. قلت له ربما يكون مريض شي مرض اللي هو معدي ومن بعد يخرج عليا. قلت ليه صافي ماشي مشكل ما حدك ما مستعدش.
حتى أنا راني جالسة في دارنا، وأما الوالدة دايما كتلح عليا وكتقول لي رجعي لدارك، وراه الخصام كيوقع وانتي مازال عروسة جديدة، راه عيب، عيب هادشي اللي درتيه بنتي. وصادف في هذيك الوقيته عيد ميلادو، وقلت نضرب عصفورين بحجر واحد. ايوا شنو درت البنات؟ مشيت خديت واحد الحلوى ودرت فيها السميه ديالو وكل شيء. بطبيعه الحال انا كانت عندي الساروت ديال الدار، وحليت الباب، هزيت ديك الحليوه ودرتها في الثلاجه، وقلت غادي نوجد شي عصير على ما يجي هو من الخدمه ويلقى كلشي واجد. وانا في الكوزينه كنسمع التقرقيب، قلت لربما هو جا، ولكن ما بغيتش نخرج عنده، قلت خليه سيدخل ونجي انا نفاجئو بديك الحلوى. لكن البنات غادي انا اللي نتصدم، هو اللي فاجئني. داخله معاه وحده وكتقول له بلي هو احسن نهار عندي هو انني غادي ندوز معاك عيد ميلادك. وهو حتى هو تيقولها بصراحه، انا ما كرهتش انك تكوني انتي هي في بلاصه هذيك السيده علي انا. في الصراحه انا ما وياها ما مفاهمينش، وحتى شي واحد فينا ما مقابل الاخر، ولكن انتي اللي درتي هاد الشيء. قالت له صافي اللي فات مات، ما غاديش نكمل الوقت في هاد الهضره هادي. ومشاو البنات دخلوا لبيت النعاس، داك بيت النعاس اللي عمرنا دخلنا ليه انا وياه بجوج. هذا الجزء الاول، تسناو الجزء الثاني والاخير واللي غيكون شي حاجه ما عمركم سمعتوها، شي حاجه اللي غادي تصدمكم. ايوا شجعوني، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وعلاش لا انكم تبارطاجيو الفيديو. وهذه قناتي الثانيه كندير فيها قصص قصار واي حاجه متعلقه بالروتين. شكرا لكم بزاف حبيباتي، واللي وصلت لهنا تقول شكرا على السوله. بسلامه.